المارينيين قبائل أمازيغية زناتية ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الأوسط، تما حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدولة طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لأنه كانوا قبائل أغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الأوسط حتى الغرب المغرب الأوسط. ويكفي التذكير بأن لنا نزاع حميمي، ولكن نزاع قد يكون منعش. واش الدولة المدنية، الدولة الموحدية دولة مغربية أو جزائرية؟ هذا غير في إطار بعض الأمور، لأن السي عبد المؤمن أصله من الجزائر، ولكن عاصمة الإمبراطورية ديال الخط القندوسي. هذا القندوسي وهو جزائري جاء المغرب سنة 1828، استقر بمدينة فاس، كان كيبيع الأعشاب، كان صوفي، كان رجل متدين. هذا الطاجين اللي غادي نوجدوا انا قلتي هو ديال الدنجال، وكيداروا له داك الرويصات ديالو، وكاينين بعض العائلات اللي كيسميوه الطاجين التلمساني، وكاينين بعض العائلات اللي كيسميوه الطاجين التلمساني. ولا هضرنا على الموزه الوجديه، عندها تاريخ قديم، دخيله من ضمننا من المنطقه الجزائريه، هي دخيله ومعروفه بها المنطقه الشرقيه. Les poupées citadines reprennent l'habit traditionnel. Le kaftan est l'élément essentiel. Le kaftan d'origine turque fut introduit au Maroc par le biais de l'Algérie sous domination ottomane. لقد بني جامع الكتبية الأول من طرف الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية. إن هذا النظام الذكي مأخوذ من نموذج برج المنار بقلعة بني حماد في الجزائر، والذي بني في بداية القرن 11 ميلادي. الجزائر كانوا يخدموه، هما كانوا يخدموا البودان، واحد يقول لك المشكل اخر، فهمت؟ حنايا المغاربه طورناه، عرف الجهه الشرقيه واغلبيه غير في وجده، هنا تقريبا في وجده. السميه تاع البودان الاغلبيه جات من الجزائر، البودان في تقليه مخلطه فيه. كما توجد مجموعه كبيره من الجزائريين الذين جاءوا من تلمسان في القرنين الثامن والتاسع عشر. بسبب أهمية ميناء تطوان كان الجزائريون سببا في نقل الثقافة العثمانية إلى مدينتنا. نلاحظ تأثير الثقافة العثمانية من خلال ثقافة المطبخ وصناعة المجوهرات وتقاليد الزواج، فيما يمكن أن نذكر من الحلويات البقلاوة كمثال على هذا التأثير. كما كنعرفوا بان الجزائريين اثناء الهجره ديالهم بعد سنه 1830 يعني احتلال فرنسا الجزائر، يعني نستطيعوا يندمجوا داخل المجتمع التطواني. يعني حنا بغينا غير شي تاثيرات دابا فيما يخص الجزائريين، البصمات ديالهم تركوا في بعض المجالات مثلا بحال الطبخ، اللباس. طبعا هذه دابا الجاليه اللي جات من تطوان جات كتسعى او فقيره. نعم، فلوسها جات بالمتاع ديالها. نعم. طبعا جاو بالطبخ ديالهم بالحلويات ديالهم، فهمتي؟ لابد كان تاثير، لابد هذا كيعلم هذاك وفي ذاك الورق اللي قلت لك حتى ذاك الصحفي الاراغون اللي كان كيوصف الجاليات الاراغون. انا عطيت من بعد طبعوه، هذا مزيان، هذا ديال تاريخ تطوان كيوصف بان الجزائريين كانوا الناس ديال النخوه والنباهه. وزيد لك حاجه واحده اخرى، اول مقهى اللي تفتحت في تطوان الجزائريه، هاي في الوسعه، اول قهوه اللي دارت تطوان مولاها يعني جزائري. واحده من القهوه علموهم عاود التجاره، علموهم اللباس، الطرز كانوا كيطرزوا، كانوا كيعدلوا، كيصاوبوا. شي تاثير جزائري على بعض الحلويات اللي نعرفها؟ لا، هي اللي قلت لك دابا، قلت لك بحال دابا بقلاوه، وباقي الاسم ديالها حتى بالتركيه كيعيطوا لها بقلاوه. نعم. والكنافه هي القطايف والمقروط. وكاين بعض الاشياء ربما كاين شي اشياء خالي ما بقاتش، ولكن دابا تطوان تبارك الله عليها بالطابع ديالها الاندلسي، واللي قلت لك اختلط هذا بهذا. كان شي ماكوله كان باقي عاقل عليها كيعيطوا لها شطيطحه، الروز بالخلاع،
وحلنا وبزاف ديال الاشياء. ولكن دابا كتعرف دابا انا عمري ما دخلت في البحث ديال هادشي دابا اللي عطيتكم فيتكم به، هادشي اللي عندي، ولكن عمري ما بحثت بزاف باش واول واحد اللي دخل العود التطاول هو ولاد بن عبد اللطيف. هادو ولاد بن عبد اللطيف عندهم الزاويه ديالهم او عندهم الشيخ ديالهم هو في العاصمه. هادو كيعيطوا ولاد بن عبد اللطيف الثعلبي. الثعلبي واحد ضريح كبير تما واحد العلامه. والتطريز فيه تطريز تطواني وتحاجر اللي هو اصل ديالو جزائري. العمامه اللي معروفه بها الوجده، هذا الرزات يجيو من الجزائر القدام. وهذا المصطلح اللي هو نص الجزائري، شنو هو نص الجزائري او شنو هي الخياطه ديال النص الجزائري؟ هاد الخياطه هذه ما تديموداش وتنظر ما تتمشيش، ديما تتبقى وخياطه رائعه وخياطه شي حاجه. شنو هي هاد النص الجزائري؟ هي الضفيره. ملي ولا بغينا نكملو هاد الجزائري ترجع الجزائري تنزيدو هاد ضفيره وجوج طراسن، يعني تيولوا عندنا جوج ضفاير حصنات، ومن الاحسن يكونوا طريسنات رقاق تتجي رائعه. اذا النص الجزائري هي ضفيره، ولا كانوا جوج ضفاير تتسمى الجزائري. هذه هي معلومات اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. La musique غناتي algérienne, la musique classique algérienne. أقدم جمعية تأسست سنة 1921 كان اسمها الجمعية الأندلسية، وأسسها محمد بن اسماعيل اللي جا من تلمسان إلى وجدة لغرض التدريس. بالنسبة للمغاربة تسمية هذا التراث بالجزائري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب وخصوصا من تلمسان. والموسيقى الأندلسية الجزائرية الغرناطي بسبب au Maroc il y avait aussi Djiri la musique algérienne. Et en plus de ça هما كيغنيو الملحون اكثر منا حنا، هما مازال كيوزعوه وكيديروا بزاف. يعني grand échange بين الجزائر et le Maroc. على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر هاجر عدد من الجزائريين إلى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم ألوان الطرب الجزائري واستطاعوا نشره بين الهواة، بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. لم يمضي من الوقت غير اليسير حتى ظهر من بين المغاربة من أصبح يجيد الطرب الغرناطي إنشادا وعزفا. بعض المشايخ كانوا يأتون من تلمسان إلى مدينة وجدة لإحياء سهرات. هذا الوجود نتاع هذا التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة هنا في وجدة. دونك هذه العائلات هما اللي نقلوا لنا هذا التراث اللي حنا كنقولوا غرناطي، ما الاصل ديالو غادي نسميوه اندلسي جزائري. حنا باسكو اون دي بروش ان بتي بو دو لالجيري، وغير الكلمات بحال دابا نقولوا ملي كنشوف انا شي كلمه الجيري كنردها كنحيدها كنديرها مغربيه، كنديرها بالدارجه ديالنا باش يفهموها انا لحقاش. والجزائريين وكانوا كيجيو من الجزائر داك الاغاني كيجيو المغرب بحال ضربيها الشيباني ولا بحال على الليلالي ولا كاينش الشعبي ما كاين. مولوعه بالراي جزائري، يعني كنت واخا مغربي موجده نعترف بلي الراي من الجزائر، والراي كيتغنى باللهجه الجزائريه. اللهجه ديال الراي جزائريه سي تو افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. Tu fais du rail algérien, truc c'est oui, mais on n'a jamais dit que c'était pas du rail algérien. J'ai jamais dit le contraire. الراي اغنيه جزائريه. البكبوكه الاصل ديالها ماشي مغربي، واخا تميزت بها المنطقه الشرقيه الا انها ماشي مغربيه. اذا الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم اننا حنايا منطقه حدوديه مع الجزائر. عزيز عليهم واحد الماكله اللي دخلت لنا حنا من الجزائر تسمى البكبوكه. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوى بالبقلاوه. اييه بقلاوه وكلا هذه دخلت من الجزائر. نعم من مهاجرين الجزائريين هما اللي جابوها من تطوان. اييه ساهل من حيث القطايف انا نعملها، من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف، من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينة العرائش.
ودخلوا العجين تاع البسطيله اللي يسموه دركا ديولو منا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا قفطانك محلول، هذه القطعه زوينه، هذه الا بارتيان او دومين بوبليك، يعني الاصل ديالها هي من الجزائر. نعم. كيقول لك فلان حافظ القصيده الفلانيه راه عاد جا مهران ولا جا تلمسان ولا هذا، خصك تعرض له وتجيبه للدار وتعمل له العرضه وتجلسوا وتاكلوا وتشربوا وتسكنوا، لا يكون يعطيك الكلام ويدور معاك القصيده. الوليد مع شحال يعني اللي كانوا المهمين الجزائر جاو عندنا الفاس، والوليد هو اللي عرض عليهم عبد الكريم داني حيت باش تتعلم ما كاين حتى شي مويان، ما كاين لا في الراديو ولا والو. خصك هذاك اللي حافظ القصيده ولا اللي كتب القصيده تعرض عليه وتعمل له سيدي ومولاي، باش لا يكون يهديه الله في 3 ولا في 4 الصباح عاد يقول لك واجي يلا واجي حدايا ولا جلس حدايا، انا غنعطيك صافي غنعطيك الكادو ديالي. هذاك الكادو مصطفى السكندراني ولا مع عبد الغني بن القايد اللي كان لوبيرا دالجي، ورينا لهم الفن ديالنا، ورينا لهم اش كنسواو في الفن اللي ديالهم هو في الاصل. كوكو هو القفطان عنده جذور واصول تركيه فارسيه، ومن بعد ملي جاو العثمانيين للجزائر ودخلوا اولا للجزائر قبل ما يدخلوا للمغرب، ومن بعد وصل لنا حنا من بعد. من اين اتى القفطان الى المغرب؟ لنشاهد. مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك ليجيبت للجزائر، دخلتنا الثقافه ديال القفطان. بزاف ديال العائلات تركيه اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي للجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كتجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز ديال اللي بحث ان القفطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين يعني، والترك يعني هما دازوا من الجزائر. مخيطه بالجزيري. يبدو أن المذهب الغرناطي القائم بمدينة وجدة تسرب إليها من تلمسان، وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا وجود عناصر أندلسية هاجرت مباشرة إلى وجدة، اللهم ألا أن تكون مجازا عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. الجزائر الموسيقى الغرناطية اللي احنا بصدد أننا إن شاء الله غنحكيو عليها. كذلك قدوم بعض الجزائريين، بعض العائلات الجزائرية لمدينة الرباط. العائلة بن غربيط تماما. محمد بن غبريط فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي. Aujourd'hui, c'est de la musique gharnati, c'est de la musique, on peut dire un peu algérienne. Un peu algérienne, mais bien sûr parce que le Maroc est connu pourquoi. حنايا عندنا المدرسه اللي معروفه في وجده هي المدرسه التلمسانيه، نظرا لقرب الجزائر من المغرب، ووجده خاصه كانت يعني ما كتبعدش بزاف على تلمسان. كتعرفي ان تلمسان ووجده بيناتهم 60 كيلومتر، يعني مسافه قصيره. وكان في عهد الاستعمار كانوا ينشطوا في هذه الجمعيه الاندلسيه اللي كانوا كيجيو من فنانين من تلمسان ويتلاقاو بفنانين تاع وجده وكيديروا بيناتهم يعني تداريب. الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمع العملي اللي هو قبايلي جزائري في الاصل ولكن فنان مهم، وغادي يقول لي سير اختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الخزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو. غادي يختار اسفي وغادي يدار مدرسه، وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع اللي ما بقاش تيدار اليوم، لا من حيث الشكل ولا من حيث الاتقان ولا من حيث الالوان او غيرها. وجدة هي خليط من الحضارات وخليط من التقاليد ورياح جاية من الجارة الجزائر، عبير من الموسيقى المتنوعة، خليط من الرقادة من الطرب الغرناطي،
من الراي. بعد دوزتي اللبسه ديال الكراكو. الكراكو عندكم نتوما ضروري في العرس. ضروري. بالنسبه للعماريه اللي درتي، يعني كانت اللبسه فيها لبسه عاوتاني متميزه. نعم. هذه اللبسه عندها انسبيراسيون من الجزائر. نعم طبعا. من اي مدينه؟ هذيك الاصل ديال هذيك اللبسه المسانيه، ولكن فالحدود الثقافيه لا تعترف بالحدود السياسيه. كما يبدو ان تاثير الاندلس والحضاره العثمانيه التي حكمت الجزائر 3 قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل الى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التاثير بجلاء في الزي والحلي. في الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني، ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية. المدعوات أيضا يحرصن على ارتداء فساتين جميلة تتشابه مع أزياء الغرب الجزائري، أشهرها الكراكو والزي الوهراني والزي القسطنطيني، وتضعن على جبينهن خيط الروح المرصع بالأحجار الكريمة وكرفاش بلحية. والآن جاء دور الفستان القسطنطيني. يعتبر الزي القسطنطيني من أفخر الأزياء التي تسعى كل عروس امتلاكها.